لو أنا عندي مثلا 20 فيديو وعايز آخد 5 ثواني من كل فيديو، وأجمع ال5 ثواني بتوع كل فيديو من دول وأعمل بيهم فيديو واحد، بحيث إن الفيديو ده بيعرض لي لقطات من كل فيديو من ال20. ازاي عندي مجموعة فيديوهات كتيرة وعايز اخد من كل فيديو حتة صغيرة زي ما شايفين قدامنا كده. هضيف الفيديوهات بتاعتي اهو، اللي هم دول F2 و F3 و F4 و F5 اللي هم دول، وهضيفهم عندي بالشكل ده. انا عندي الفيديو هنا مثلا 8 ثواني، انا عايزه ياخد من كل فيديو ثانيتين. هحدد كل الفيديوهات وكليك يمين عليها وسبيد اند ديوريشن. اول حاجه لازم الغي الربط اللي ما بين السبيد والديوريشن، يعني لو غيرت في واحد التاني ما اتغيرش، لان انا عايز سرعه الفيديو تبقى ثابته زي ما هي. انا عايزه ياخد بس جزء من الفيديو ولكن ما يسرعش الفيديو. هاجي هنا واقول له انا عايز الفيديو الواحد يبقى ثانيتين، يعني الاربع فيديوهات هيبقوا 8 ثواني بالظبط. بس لازم اختار الاختيار الاخير ده، ريبل ايديت شيفتنج تريلينج كليبس. لو ما اخترتهوش يبقى هيصغر لي الفيديوهات وهيخليهم بعاد عن بعض زي ما شايفين قدامنا كده، ولكن الاختيار ده هيخلي البرنامج بعد ما يقص الفيديوهات يحطهم جنب بعض تاني. واوكي هلاقيهم فعلا بقوا 8 ثواني. تعالوا نعمل بلاي.